والله العظيم اللي بحكيه لك ده بالحرف. لقيت واحد صاحبي جاي بيقول لي تعالى احضر الندوه بتاعت مدام سلمى الشماعه، عليها درجتين اعمال سنه. قلت له تمام. دخلت قعدت في مدرج عشان الدرجتين. فجأة قالت مدام سلمى الشماعه احنا برضو بنتبنى الوجوه الجديده، لو حد فيكم عنده موهبه. لسه يا ست بتكمل فالمدرج اتقلب تامر. فالناس مظاهره فجأة تامر. هما بقى الجامعة شايلين حلمي وهمي، فهي قالت مين تامر ده وانت نايم؟ عايز اسمعها صوتي. سمعتها الأغنية تسقيف بقى وكأن الندوة خلصت. سلمى الشماعة لقيتها بتقول لي مش هسيبك وهقف جنبك. عدى أسبوعين 3 مفيش أي حد كلمني، والجامعة كل يوم ها كلمتك ما كلمتنيش. قاعد بالصدفة عند صديق مخرج اسمه سعد هنداوي، بيقول لي أنا بكرة معزوم في حفلة كل نجوم مصر جايين، كل الناس، أحمد زكي وكل الناس رايحة، عادل إمام بقى وأحمد السقا بقى. فقلت له يا سعد ممكن تجيب لي دعوة؟ قال لي ما ينفعش عشان دخول بدعوة خاصة. قلت له طب أنا ينفع بره أجي بره أتصور مع الفنانين؟ فقال لي بص في ناس مهمة جاية، لا ما ينفعش، انا ما اضمنش انك تقف بره يفتكروك بتعمل حاجه ولا حاجه. قلت له خلاص. نزلت من عند سعد هنداوي قاعد بعيط في الشارع، اقسم بالله زي ما بقول لك بالحرف، حتى مش عارف اتصور مع الناس اللي بحبهم. لقيت جامع جنب بيته، دخلت صليت الفجر وقعدت ادعي ربنا، حاسس ربنا سامعني وبرضه عندي امل. حياتي متدمرة. خرجت من الجامع طلعت البيت، لقيت أمي نايمة برا وفي ورقة قدامي كاتبالي كلم سلمى الشماعة في أي وقت. طلبتها ازيك يا مدام سلمى أنا تامر. قلت لي تعالى لي حالا بيتي كذا كذا كذا. رحت لقيت في ناس كتير وبيجهزوا حاجة وبتاع. قالت لي احنا عندنا حفلة كبيرة قوي بنعملها فيها كل نجوم مصر والوطن العربي اللي كان بيقول لي عليها سعد. انا قررت ان انت تطلع تغني اخر واحد وتبقى اكتشاف القناة ونختم بيك الحفل. بجانب ده كانت في مرحلة عاطفية، حبيت انسانة بس مستوى الاجتماعي كان اعلى مني واهلها يبعدي عنه، ده مش هيحقق حاجة في حياته. كلام زي ده كتير، بيغني دي هيبقى مين يعني؟ فده كان عامل لي ضغط.